السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في مطبخ فاطمة حبيب. قبل ما نبدأ الكلام نصلي على الحبيب. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. النهاردة إن شاء الله هنعمل بقى إيه؟ هنطبخ بقى. طبعا الطبيخ في القناة ما كانش طبعا كتير. فأنا إيه حبيت النهاردة أعمل طبخة وخضار حلو وجميل بصراحة يعني ومفيد. حبيت أعمل لكم فاصوليا. ازاي نشتري الفاصوليا؟ عايزه اقول لكم ازاي نشتري الفاصوليا. الفاصوليا نشتريها اللي هي الخضراء قوي، بلاش اللي هي ايه الخضار بتاعها اللي بيبقى خفيف ده، لا. وكمان ايه، بصوا تبقى ايه طريه كده. يعني ايه تكسريها كده، بصوا تبقى طريه، ما يبقاش فيها ايه تفل، يعني ايه تتقطم بسرعه كده. ومن جوه شايفين خضرة ازاي، وايه ومليانه، تبقى مليانه ايه لحم كده. دي الفاصوليا الحلوه. انما التانية الشيخة بقى كنت عايزة اوريكم واحدة هي زي دي كده. دي بقى ايه شيخة، بصوا تكسروها، شايفين تكسر بصعوبة، ماشيين، وبتبقى مفرغة من جوه، بتبقاش ايه، وبتبقى فاضية كمان، شايفين. دي بقى ايه، حبيت اوريكم بس ايه ازاي الفاصوليا. وكمان ما تبقاش المليانة قوي قوي، تبقى يعني زي دي كده مثلا، يعني مش مليانة قوي قوي. المليانة قوي دي برضو بتبقى ايه كلها عروق. دلوقتي عايزة اقول لكم كمان ازاي ان احنا بنخرطها. طبعا انا غسلاها، ان احنا بنخرطها، بنشيل القمع ده، وبنشيل من تحت برضو ايه العنقود ده، وبنعمل كده ايه، بنخرطها ايه شايفين بميل كده، شايفين بميل كده، اهو اهو شايفين كده بميل، تبقى شكلها كمان جميل وظريف كده، مش ايه، مش هنقطعها بقى كده يعني، في بيقطعوها كده يعني كده اهو، لا، بميل كده بتدي منظر حلو جميل يعني. نخش بقى على المقادير. بسم الله الرحمن الرحيم. انا معايا لحمه، هنعمل الفاصوليا النهارده ايه باللحمه. معايا لحمه، ومعايا فاصوليا، ومعايا طماطم بوريه، ومعايا بصله، ومعايا فلفل احمر على اخضر، ومعايا توابل، 7 بهارات وفلفل اسمر، وطبعا الملح وذره السكر. هنيجي بقى ايه، هقطع الفاصوليا، انا غسلاها هقطعها، نيجي بقى على البوتاجاز. دلوقتي حطينا حلة على النار، هنحط فيها ايه، بسم الله الرحمن الرحيم، معلقة ايه سمنة. خلاص كده نعلي النار، نحط البصلة والفلفل، خلي بالكم ني والفلفل ماشي. اللحمة، اللحمة بتاعتي بتستوي بسرعة، فهحطها ايه تتشوح كده. بسم الله الرحمن الرحيم، هشوحها مع ايه، مع البصلة كده، وبعدين كله هيبقى ني. لو انت مش ضامنه ان اللحمه بتاعتك هتستوي، اديها سلقه او ايه، او 3/4 سلقه، لان ما بتاخدش سوا ايه الفاصوليا. خلاص كده انا هشوحها كده، عشان انا ايه اللحمه دي هتستوي بسرعه. الغطا عامل لي قلق. يلا بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم بارك يا رب. هي ايه تتشوح بس كده، وايه وهضيف كل خلي بالكم لو اللحمه، هقول تاني برضو عشان اللحمه لو هي كبيره شويه يعني بلاش الخطوه دي، اسلقيها وبعدين ضيفيها. خلاص هي بس لونها هيغير كده بشوحها، وبعدين اضيف كل الحاجات على بعضيها. الطريقه دي جميله جدا، طبيخ كمان معسل يعني مش متسبك، بلاش حكايه التسبيكات دي اللي ايه تتعب المعده، بلاش بقى، احنا كل اكلنا ني. خلاص كده هنعمل ايه، هتشوحي خلاص، ابتدي اعمل ايه بقى. الله على الروايح، الله على الروايح. نحط بقى ايه التوابل بتاعتنا، ذرة السكر و7 بهارات
وايه وفلفل اسمر. الفلفل الاسمر ده اساسي للفاصوليا. خلاص كده اهو، بس كده. مش عايزه اطول الفيديو، دي بس تشويحه حلوه كده، واخلي اللون بتاعها ايه، تاخد لون. شايفين اللحمه، شايفين اللحمه قد ايه خدت لون جميل ازاي. بصوا عايزه اوريها لكم، شايفين اللحمه خدت لون جميل ازاي اهو. يا رب تكون ايه باينه في الكاميرا. هعمل ايه بقى؟ معلش في فص ثوم ما قلتوش في اهو، ده فص ثوم ما بحطوش في الاول عشان ما يتحرقش. بس كده. هعمل ايه بقى؟ احط الطماطم كله مع بعض. شايفين احط ايه؟ الفاصوليا. حطيت الفاصوليا كده، شايفين التقطيعه بتاعتها، شايفين التقطيعه بورده يعني، شايفين. واقلب واحط الطماطم. الطماطم دي يا جماعه اللي بيتابعوني عارفين انا بعملها ازاي. انا بحطها على البوتاجاز، بغسلها وبحطها بحالها على البوتاجاز، وبعدين بضربها في الخلاط. بس كده بتبقى ايه كمان، لا مسبكه ولا اي حاجه. شايفين؟ طبعا ايه انا كده ايه، هشوحها كده مع بعض كده، وبعدين ايه هزودها ميه مغليه. هزودها ميه مغليه. الميه لازم تبقى مغليه، بلاش اوعوا تحطوا ميه ايه ساقعه، ميه مغليه. عشان الميه الساقعه كل اللي عملنا اللحمه يعني، هتبصوا تلاقوها اللحمه بدل ما هي، شوفوا هي، عايزه اوريها لكم هي ايه. بصوا يعني هي اللحمه خلاص هي قربت تستوي خالص، انها صغيره. عايزه احط ميه مغليه واضيف عليها الميه المغليه. خلاص كده احط بقى الميه المغليه. بسم الله الرحمن الرحيم. نقلب، مش عايزين نخليها ايه كلها ميه يعني. بسم الله الرحمن الرحيم. الله على الروايح، الله بجد بجد يعني، حاجه يعني روعه. الخضار ده مفيد جدا، مفيد جدا لاولادنا بجد يعني بصراحه يعني هم طالعين كده مظلومين. الاكلات الكوي والاكلات بتاعت الشارع دي اللي موديه صحتهم بره يعني خالص. ربنا يسترها يا رب. كده خلاص بقى، انا ايه هغطي عليها لحد ما تستوي. هغطي عليها بقى، هي خلاص كده ايه، هسيبها بقى لحد ما تستوي، وبعدين نيجي بقى على الشكل النهائي. ده الشكل النهائي للفاصوليا بعد ما استوت. يعني مش عارفه اقول لكم قد ايه هي جميله يعني بصراحه. واللحمه استوت، وده الرز الابيض. طبعا الرز الابيض شايفينه بياضه ناصع ازاي. انا كنت عاملاه معاكم قبل كده فما عملتوش تاني، فقلت يعني ان انا عملته قبل كده بقى ايه ما اطولش عليكم الفيديو. شايفين الفاصوليا جميله ازاي، شايفين الفاصوليا، شايفين اهي. واللحمه طبعا هوريها لكم برده. اللحمه استوت على فكره. بسم الله الرحمن الرحيم. عشان ماسكه التليفون بس ايه، ماسكه التليفون ف هوريها لكم برده. بسم الله الرحمن الرحيم. تعالوا لكم حته. شايفين بتتقطع ازاي، شايفين اللحمه استوت ازاي. طبعا بقى ان اللحمه يعني حاسين ان اللحمه اصلا بتاعتكم بتبقى مثلا كبيره ولا حاجه، ادوها 3/4 سوا. وعايزه اقول لكم حاجه برضو، يعني الخضار ما يستويش قوي، يبقى فيه قرشه بسيطه. الحاجه الوحيده اللي تستوي قوي البطاطس. ونعجبكم الفيديو لايك وشير واشتراك في القناه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته، وبالهنا والشفا.